ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم اخيرا من شقتي في مصر، واخيرا رجعت مصر، ولكن ما لحقتش ان انا افضي الشنط. مليتها تاني عشان خاطر مفاجأة ان انا طالعة مصيف. انا عارفة ان انا قلت لكم في فيديو فات ان انا مش هخرج مصيف السنة دي يعني. بس المصيف طلع رزق يا جماعة يعني طلعت أرزاق. سبحان الله، في السنة اللي احنا كنا مقررين فيها ان احنا مش هنخرج مصيف، انا خرجت مرتين، مرة مع اهلي، وبعد كده زوجي العزيز غار مننا وحس ان هو يعني هو الوحيد اللي ما راحش مصيف السنة دي، فقال لا لما ترجعوا لازم ننزل مصيف ان شاء الله، حتى لو يومين ثلاثة كده في مكان قريب. يعني رحنا للساحل في قرية اسمها اكوا فيو، زي ما انتوا شايفين كده. تمام، وقلنا نحاول ان احنا ايه نغير جو كفاميلي كده صغيرة لمدة يومين ثلاثة وبس. وطبعا مش هنساكوا، عملت لكم فلوج كامل لكل يوم. النهارده فلوج ده اول يوم طبعا في الساحل، وده الشاليه او الاستوديو الصغير اللي احنا خدناه. كنت بحاول اوريكم، اعمل لكم كده تور سريعة فيه. هو طبعا مكان صغير جدا يكفي أسرة صغيرة زينا، اللي هو يعني لو معاكوا طفل مثلا رضيع، او لو انتوا زوج وزوجة بس مثلا، هيبقى الموضوع طبعا لطيف قوي. في سريرين، وطبعا السريرين تقدروا ان انتوا تضموهم على بعض، وفي كنبة المفروض ان هي بتتفتح سرير، وفي طبعا تسريحة زي ما انتم شايفين، دولاب بصراحة حلو، والفيو طبعا التحفة ده. الفيو كان جميل قوي الصراحة، وكان المكان رغم ان هو صغير بس من كتر ما هو منور بالشباك الكبير ده، فما كناش حاسين ان احنا في مكان ضيق. يعني الصراحة كان تمام قوي، وكان كفاية جدا زي ما قلت لكم لعدد افراد صغير، يعني مثلا نفرين ثلاثة هيبقى زي الفل. طبعا انا ان شاء الله خلال الفيديوهات بتاعت الساحل هقول لكم على الريفيو بتاعي بالنسبه للقريه، ايه الحاجات الحلوه وايه الحاجات اللي عجبتني او ما عجبتنيش، وهنتكلم شويه في الموضوع ده. احنا لسه قدامنا فلوجين ثلاثه كده. تمام، دلوقتي احنا نازلين على طول. طبعا احنا اصلا اليوم ده اللي هو اول يوم وصلنا الساعه 5 العصر، وصلنا متاخر قوي. تمام، فيعتبر اليوم نص ضاع، بس قلنا نلحق الساعه اللي هي قبل المغرب ان احنا ندخل البول او نتفرج على القرية. وبالليل طبعا هننزل نتمشى في القرية نشوف فيها ايه. مش هنخرج في يوم النهاردة، لانه اول يوم يعني معروفة ان احنا لازم نلف في المكان نشوف الدنيا فيها ايه، ونحاول نستكشف المكان اللي احنا فيه الاول. ده البول. عايزة اقول لكم ان القرية عبارة عن صفين كده، يعني عمارات، والعمارات دي فيها استوديوهات او شقق وكده، وما بينهم بولز. اوكي، هي كلها كده يعني. هنا هوريكم طبعا بالنسبة للأكل والحاجات اللي الأكلات اللي احنا هناكلها في الشاليه، والأكلات اللي احنا هناكلها بره وكل الكلام ده. بس أنا في العادة الغدا بيكون في الشاليه، لأنه احنا بنخرج بالليل لما خلاص ميعاد يعني البسين أو البحر أو كده كل حاجة تخلص، فبنخرج بالليل. فطبعا الغدا لازم نكون جايبين معانا أكل. كنت جايبة شاورما جاهزة من فتح الله، كانوا عاملينها متبلينها كده جاهزة. تمام، وكمان في اكلات تانية هتشوفوها في خلال الفيديو. بس النهاردة اخترت ان احنا نعمل ساندويشات شاورما. بالنسبة لي الحاجات، انا يعني جبت معايا الصراحة معالق، جبت كوبايات ورق، اطباق ورق، جبت ازازة زيت صغيرة خالص اللي انتوا شايفينها دي، بحيث ان هي تكفي بس على قد الحاجات اللي انا هقليها او الحاجات اللي احنا هنعملها ال3 ايام دول بس. وبالنسبه لباقي الحاجات بستخدم الحاجات اللي موجوده في الشاليه، بس بغسلها كويس قوي الاول. زي مثلا اللي انا بعمل فيها دي من الشاليه، بس غسلتها كويس جدا قبل ما استخدمها. تمام، ده برضو واحدة تانية عشان اقلي فيها البطاطس، نفس الكلام بغسلها كويس وبحط فيها زيت. ودي برضو بطاطس مفرزنة جبتها برضو معايا عشان المشوار ده. جبت حبة صغيرين حوالي كده نص كيلو. تمام، ان شاء الله هيكفينا كذا وجبة.
بس سندوتشات الشاورما عايز اقول لكم طبعا كويس ان انا افتكرت ان انا اجيب ملح وفلفل اسمر، لانه الشاورما طلعت ناقصه ملح، طبعا حاجه انا مش متبلاها بنفسي فمش ضامنه ملحها هيبقى عامل ازاي. بوريكم كمان ان احنا جايبين معانا اندومي احتياطي، جايبين معانا اكياس زباله، جايبين معانا لبن مركز، جايبه شويه كده مقرمشات، طبعا عيش كايزر كنت جايباه من اسكندريه، بس طلع طبعا القريه ما شاء الله فيها كل حاجه، بس احنا طبعا اول يوم بنبقى لسه ما استكشفناش كل حاجه، فبنعمل حسابنا في العيش وفي كله، بحيث ان احنا يعني ايه اول يوم ما نبقاش متسربعين، احنا بندور على مكان نشتري منه يعني وكده. جايبين شاي، جايبه لبن بودره احتياطي، جايبه تونه، جايبه معاه مقص يعني ممكن يبقاش فيه مقص في الشاليه، جايبه الصابون اللي هو بتاع الهدوم، وجايبه اطباق بلاستيك زي ما انتم شايفين. يعني قد ما اقدر حاولت ان انا اجهز. عايز اقول لكم في وقت قياسي انا اصلا رجعت لمصر، يعني رجعت سفر من مصر يا دوب فضيت الشنطه عبيتها تاني بحاجه المصيف يعني على طول. فعشان طبعا يعني اجازه جوزي ما كانتش اصلا كبيره، وكان صدفه ان هي في نفس الوقت اللي انا راجعه فيه مصر، فما كانش فيه فرصه ان انا ارتاح خالص. فحاولت قد ما اقدر كده اعمل ليست واكتب كل حاجه انا محتاجاها، والحمد لله ما فيش حاجه نقصت خالص، يعني الحمد لله كله زي الفل. كل حاجة الصراحة كنت تمام، يعني جايباها، جايبة صابون مواعين حبة صغيرين، جايبة الشامبوهات، الحاجات دي كلها. جبت كده كميات صغيرة، الحاجة اللي ينفع تتحط في علب صغيرة جبتها، وبس على قد يعني الاستخدام. وفي حاجات كتير قوي على فكرة رجعنا بيها في الاخر يعني. بس خلينا النهاردة في الفلوج بتاع النهاردة، وكده الغدا يعني تقريبا جاهز، اللي هو ساندويشات شاورما مع بطاطس مقلية ومع حاجة ساقعة والصوصات بتاعتنا، وبس كده هنبقى اتغدينا. وطبعا الناس اللي بيصيفوا في شاليهات مش في اوتيلات هيبقوا فاهمين انه المصيف يبقى عايز حاجات سريعة، يعني مش عايز حاجات تتعبوا نفسكم فيها، لا انتوا جايين تتبسطوا، مش جايين ان انتوا تقعدوا في المطبخ تطبخوا كده. هنا كنت بوريكم السرير، لما ضميناهم على بعض ولزقتهم في الحيطه عشان خاطر سولي لما ينام بالليل يعني هو بيتقلبوا كده ما يوقعش ولا حاجه. تمام. وهنا كنت بوريكم الفيو كمان بالليل، بتبقى الدنيا ما شاء الله منوره كده، والصور على فكره يعني الشكل على الطبيعه احلى كمان، تحسوا كده في عارفين هدوء كده واسترخاء، وبعيد عن دوشة بقى المدن وكده. فالصراحة كان يومين تحفة يعني. هتشوفوا ان شاء الله دلوقتي تفاصيل. حاولت ان انا اخدكم تور في القرية كلها، بحيث ان انتوا تبقوا معايا عايشين معايا كده لحظة بلحظة. انا عارفة ان انتوا زهقتوا من الفيديوهات اللي بتبقى خطف كده ولقطات، فحاولت ان انا المرة دي ابقى معاكم قد ما اقدر خطوة بخطوة. هنا كنا طبعا بالليل بنتمشى يعني بعد بقى ما اتغدينا وكده، قلنا خلينا نتمشى عشان نستكشف المكان، نشوف فيه ايه وايه الحاجات اللي احنا هنحاول تاني يوم بقى نعملها. وطبعا اكتشفنا حاجة حلوة قوي في القرية، هتشوفوها خلال الفيديو ان شاء الله. بس من الحاجات اللي حببتني في المكان جدا الصراحة، زي ما انتم شايفين البولز عمالة مستويات، يعني المكان اللي انا فيه كان هو اعلى مكان، بعد كده بننزل سلالم ونلاقي بول وحواليه برضو عمارات زي ما انتم شفتوا، وبعدين تحت خالص البول ده وحواليه عمارات وهكذا. طبعا هي القرية اللي احنا فيها هي قرية قبلي مش بحرية، ما فيهاش بحر وما فيهاش شاطئ، بس هي فيها حمامات سباحة بس، لانه والله مش عارفة اقول لكم ايه، بس احنا بقالنا كذا سنة بنروح الساحل اللي هو البحري، مش بندخل البحر، لانه البحر الساحل بيبقى موجه عالي جدا في الوقت ده. معرفش ليه الصراحه، بس دي اتكررت اكتر من سنه ان انا ما اتبسطتش خالص في البحر، وتحس ان هو مش امان. والمره دي كمان زود ان انا معايا طفل، يعني السنه اللي فاتت كنت حامل اصلا، ما كانش ينفع ادخل البحر بكل التلطيش اللي انا كنت بتلطشه من الموج ده، كان طبعا خطر، كنت في الثامن تقريبا. والسنه دي معايا طفل صغير، فاكيد يعني البحر مش هيبقى انسب حاجه، فقلنا نروح مكان قبلي هيبقى كمان ارخص، وفي نفس الوقت هنتبسط فيه اكتر، بما ان احنا كده مش هنحتاج بحر. تمام.
بصوا دلوقتي الحاجة المفاجأة اللي احنا لقيناها في القرية ان احنا لقينا عندهم فود كورت. تمام، ما شاء الله كده، مكان كبير فيه برضو سوبر ماركت كبير، وفي مطاعم تحفة تحفة، وفي اماكن بقى تحلية ومش عارف ايه. انا هوريكم كل الكلام ده، بس هو زي ممشى كده صغير. تمام، والناس كلها في القرية بتسهر في المكان ده لحد وش الصبح حرفيا، يعني بيسهروا لحد الفجر. تمام، وبتبقى القعدة تحفة تحفة بجد، حلوة قوي قوي قوي. تمام، هنا كنت بوريكم اللي قدامي ده عبارة عن سوبر ماركت، كان اسمه تقريبا اماكن، بس هو ما شاء الله فيه كل حاجة، واسعاره على فكرة شبه اسعار اسكندرية او شبه الاسعار العادية جدا. تمام، ما حسيتش ان في حاجة بصراحة غالية يعني زيادة عن اللازم، لان احنا في الساحل الطيب، بس ستيل انه حد يعني عامة الساحل بيبقى اسعاره لحد ما يعني اغلى، بس ما حسيتش ده خالص في القرية دي الصراحة. يعني حتى المطاعم رغم ان هي ما شاء الله كواليتي حلوة، وانا هوريكم في خلال الفلوجات الحاجات اللي انا طلبتها، الاكل المشروبات كل الكلام ده، بس هي اسعارها عادية جدا، فاهمين؟ فهتتبسطوا، مش هتحسوا ان انتوا ايه بتصرفوا اكتر من اللازم، يعني فاهمين؟ ده كان كافيه اسمه 99، لا قعدت فيه مرتين. تمام، وبعدها في مطعم، وبعدين في شلتت ده بتاع فطير تقريبا، وفي في كذا مكان. بصوا هنا في نافورة كانت مش مفتوحة النهاردة، بس هي في الأيام اللي بعدها كانوا فاتحينها، وفي أماكن بتاع تأجير عجل وسكوترز وكده. عايز أقول لكم الأطفال كانوا مبسوطين جدا جدا، يعني حواليا كنت حاسة كده الأجواء لطيفة قوي قوي. لا هو المكان الفايبس بتاعته جميله، تحسوا ان انتم مش محتاجين تخرجوا من القريه الصراحه. تمام، بصوا هنا الكافيه اللي انا قعدت فيه ده اللي هو 99، طلبنا وافل بالشوكليت. تمام، وكمان كنا طالبين شاي زردة، كان تحفه تحفه تحفه، كان طعمه بصراحه يعني الشاي زردة ده جينا عليه كذا مره بس من كتر ما هو حلو. وكنت طالبه كمان ماكياتو، كراميل ماكياتو برضو، كانت تقيله شويه. عايز اقول لكم يومها معرفتش انام من كتر الكافيين. بعدين هنا دخلنا عشان نشتري شويه حاجات من السوبر ماركت اللي انا قلت لكم عليه ده. كنا محتاجين، بس احنا كنا جايبين معانا اغلب الحاجه بتاعتنا، كنا بس محتاجين عيش تقريبا وميه، يعني او حاجه ساقعه عشان تاني يوم، حاجه زي كده. فكانت الاسعار الصراحه زي ما قلت لكم يعني في المتناول، عاديه، ما فيهاش مبالغه. يعني قبل كده كنت في قريه السنه اللي فاتت تقريبا، كانت شويه الاسعار اعلى شويه من العادي، بس لا المره دي الدنيا حلوه الصراحه. تمام، وهنا كنا بنشوف برضو حاجة ساعة عشان أكل بكرة، وبس كده روحنا البيت. كانت دي آخر حاجة في أول يوم، اللي هو فلوج أول يوم في الساحل. استنوني في فلوج تاني يوم إن شاء الله هينزل قريب، وبكده أقول لكم مع السلامة، باي باي.